حاضر حاضر. ابوكي فين؟ ابويا جوه. وفي ايه؟ ابو نسب. اسمع يا نسب، انت خليت فيها نسب بقى، انتوا تتلموا على اختي. هو في ايه وانت جايب بلطج علينا هنا؟ وتضربوها يرضي ربنا يا عادل. طب ايدك جنبك، وقبل ما تتكلم اعرف اختك دي، خش كده عشان الناس ما تتلمش مهما علينا. اختي كانت عملت تتلموا عليها تضربوها ولا ايه؟ نضرب مين؟ هو انت اتجننت في عقلك؟ هو انت اختك مفهماك البنت ايه؟ دي طردتني بره. انت يا بنت كدابه. لا ده انا ممكن اضربك قدام لا، ما اخوكي بديش. على فكره. اسمع، انا ما ماليش ايدي على حريم. اقفي لم محترمه يا بنتك. بنتي، اقفي. بنتي مش مبحتره، اللي مبحتره اختك. ليه بقى ان شاء الله؟ مسكوها كده. تضربوها؟ اهدى واعقل، انت عارف انها كدابه، وافهم الموضوع. إيه كدابة دي؟ واسكن لك حق، اللي كدابه. كداب. اسكن لك حق تاخده، ليا حق تدوني، لان مش هسيب حق وانا ولا موافق. حاجة. ايه اللي جرى بقى؟ احكي لي من اول ما ضربتوها. اللي جرى كنت نايمه على السرير جوه. ثواني يا بابا، كنت نايمه على السرير جوه. الهانم لمت لي شنطه هدومي ورمتها عليا وتقول لي قومي انت ما بتعمليش. انت وعلى بتجيبي بس- اللي انت عملتيه فيا فيكي. اسكتي. هي عملت معايا كده. اصبري اصبري. ما ولعلمك تقطعنيش. اختك على فكره ما بتعملش اي حاجه في البيت، وطبعا بابا بيقول عشان جايبه الولد معرفش اعملي لها وسوي لها. واختك حتى تغيير للعيال ما بتغير لهمش، وانا اللي بعمل كل حاجه بتقولي وساكته ايه؟ وحاطه على قلبي. بتقولي هو ايه ايه؟ اللي بقول ايه؟ اسمع ده اللي يا- حصل. اسمع، طب انا بقى مش هاخد بكلامكم واخد بكلامك، انت راجل كبير وعيب انك الله يفتح عليك. انا عايزها تبقى تعارضني في كلمه واحده اقولها. انا بقدم العلاج لبنتي، لسه بقول لها هجيب لك العلاج، والايد دي راحت داخله دبها بالشنطه واطلع على بره، ونزلت فيها شتيمه. دي نقطه واحد، وكله ده وانا واقف. فضلت سايبها اجيب من حالها، والاخر رحت ماسكها بصراحه، خبطتها بالقلم. ثواني يا حاج وهي عادل. بتشحت بنتي. ثواني كده عشان اعرف البصه دي. ثواني. احول تاني. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ دي ساكته ليه؟ ما تنطقي. ايه الكلام ده؟ لا مش يا عايزك أصل هو- تمد ايدك عليها هنا. استنى يا حاج عادل بعدين. اختك ربيها ببيتك. ثواني يا حاج عادل. اللي يتعدى الاصول لازم يدفع ثمنه. مش هسمع ببيتي. ايه ده؟ الكلام ده حصل؟ هقولها مره، اقسم بالله ما تكدبي لقطعك حتت. حصل؟ ايوه حصل. امال جيتي كدبت عليا ليه؟ عشان قدر. يعني تصغريني قدام الناس كده وداخل عمال بزعابيبي وعمال ازق ممسك في الراجل؟ حق عليا يا عم عادل. شايلناك حق على فكره. طبعا. مفيش حق ولا حقه. حاجه. لا شايلناه حق يا ما هو انا بابا. لما ما اعرفش اربي لازم ده اللي يحصل. لا بس انت سرعت، المفروض سمعت منها صلحت يا حاج لنفسك. عادل. اسمع مني وانا اقول لك اختك الحقيقه. لما تجيلك وتقول لك حصل وجايه عايزه هتعمل ايه؟ اتاكد، الدين بتاعنا كده، ديننا كده، اتاكد. ما ينفعش